هو يا ترى مين بنى حي مصر الجديدة؟ وبما اني من سكان مصر الجديدة، تعالوا بقى اخدكم معايا في جولة صباحية واحكي لكم الحكاية. يلا بينا. مصر الجديدة مشهورة بالمباني المميزة اللي ليها طابع فرنسي مع شرقي، اللي يخليك تفكر طول ما انت ماشي بشوارعها هو مين اللي بنى مصر الجديدة وخلاها بمعمار مميز بشكل مبانيها القديمة اللي بقالها أكتر من 100 سنة. بص يا سيدي، الحكاية ابتدت من عند رجل أعمال مهندس ومليونير بلجيكي وصاحب بنك بروكسل في بلجيكا، اسمه إدوارد لويس جوزيف مبان، اللي هو البارون مبان. والبارون ده لقب اداهوله ملك بلجيكا علشان كان شاطر جدا في الهندسة وتخطيط المشروعات، وخصوصا إن هو رئيس ومؤسس مترو أنفاق باريس. في سنة 1904 قرر البارون إنه ينزل مصر علشان ينقذ مشروع من مشاريعه، فعجبته مصر جدا وقرر إنه يعيش فيها. ومن كتر ما حب مصر وصل إنه لما يموت يدفن فيها حتى لو مات برا مصر. ومش بس كده، ده فكر إنه يبني حي جديد في الصحراء، ما هي مصر الجديدة زمان كانت صحراء. وفي سنة 1905 عرض على الحكومة المصرية فكرة إنشاء حي جديد في الصحراء، وبالفعل استجابت ليه الحكومة المصرية، باعت ليه جزء كبير في الصحراء وأسس شركة سماها واحات عين شمس عشان يبتدي في مشروع حي مصر الجديدة، وكمان علشان يعمل خط مترو جديد يربط ما بين مصر الجديدة والقاهرة. واختار اسم للحي اللي هيعمله جديد وهو اسم هليوبلس، والاسم ده يوناني معناه الشمس. وفي سنة 1907 بدأ يعمل القصر اللي هيعيش فيه، لأنه خلاص هيستقر في مصر، وجاب المعماري الفرنسي ألكسندر مارسيل وبنى قصر البارون على الطراز الهندي. وفعلا لما تخشوا القصر من جوه كله طراز هندي، كله تماثيل زي تمثال بوذا، تماثيل هندية، كأنك بالظبط داخل معبد. وكمان وصاه ان الشمس تدخله من جميع الجهات. وفي سنة 1911 انتهى من بناء القصر وبنى التحفة المعمارية اللي احنا شايفينها قدامنا دي. البارون زمان كان عايز يخلق هدوء وسلام في الحي الجديد اللي هيعمله، فبنى مصر الجديدة قصور وفلل بس، وكان سكن للناس الراقية. وفي سنة 1910 تم بناء مصر الجديدة، تعمل أول خط مترو وأول ترام في مصر الجديدة على إيد المهندس البلجيكي أندريا بارشيلو، واللي في الوقت ده كان بيشتغل في شركة مترو باريس. ومات البارون سنة 1929 في بلجيكا، ونزلوا جثمانه مصر زي ما وصى واتدفن تحت كنيسة البازيليك، ودي أول كنيسة اتبنت في مصر الجديدة واللي بناها البارون مبان، ولما ابنه كمان مات اتدفن فيها. وبس كده، وبكده يكون عرفنا حكاية حي مصر الجديدة ومين اللي بناه. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وشير عشان غيركم يستفاد، واستنوني في الفيديو الجاي. أنا ياسمين الجلاد، باي باي.